ودايما شاشة مصر هي الأصل. أنا عماد عبد المقصود، رسام كاريكاتير. النهارده الحقيقة أنا بتكلم عن فن البورتريه الكاريكاتيري، وهو أحد فنون الكاريكاتير اللي هي بتعتمد على المبالغة في الشكل وفي المضمون، علشان نشوف الحقيقة بشكل، أو نشوف الظاهرة اللي قدامنا بشكل أقوى ونشوفها بشكل أوضح. هو طبعا يعني الى حد كبير هو فن البورتريه الكاريكاتيري فن الى حد كبير توضيحي اكتر منه طبعا ان انا بسجل انطباعات معينه او بسجل نمط تشريحي معين، لكن هو الحقيقه ده فن يعتبر له تاريخ كبير جدا، وفن يعتبر من ايام الفراعنه، من ايام طبعا جدودنا. ولو رحنا طبعا هنلاقي الفن ده موجود في المنحوتات وفي الجداريات. هنلاقي على سبيل المثال مثلا التمثال بتاع اخناتون في المتحف المصري. شفنا ازاي النحات الفنان المصري القديم عمل نوع من المبالغه في جسم وفي راس طبعا اخناتون، مط وشه شويه وخلى جسمه شويه انثوي، يعني اداله ملامح شويه انثويه، زود الخصر. في حقيقه نماذج كتيره جدا الحقيقه من رسامين برضو عصر النهضه، ومن رسامين ما قبل عصر النهضه برضو. في عندنا ليوناردو دافنشي، احنا نعرف ان هو الراجل يعني رسام بيرسم لايف كويس جدا، ومشرح واستاذ كبير جدا في التشريح. كان بيرسم برضو كاريكاتير، تمام. ف يعني الكاريكاتير بالنسبه له كان يعتبر متنفس. طبعا يعني الواحد بيبقى فيه نوعين طبعا عندنا الرسامين بورتريه كاريكاتيري من المبالغه. هو المبالغه اللي بتعتمد على التشريح، زي ما يكون مثلا في عندي شيء او في جزء في ملامح الوش من الجمجمه نفسها كبير، فانا بزوده او بكبره، وفي جزء مثلا ممكن يكون صغير فانا بشوف ان انا ممكن اصغره. المهم ان انا في الاخر لازم احافظ على هويه، وهو ده رسام البورتريه عموما، ان انا احافظ على هويه الموديل اللي انا برسمه. أقوى برامج المسابقات حصريا على التلفزيون المصري.